السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبنا سنة رابعة. النهاردة معادنا مع حل أسئلة تالت درس في الدراسات، موقع مصر بالنسبة للعالم. نبدأ الأول كده بسؤالين بيجوا في كتاب المدرسة ونجاوب عنهم. السؤال الأول بيقول لخص أهمية موقع مصر الجغرافي. هنتكلم بشكل ملخص عن أهمية موقع مصر. فهنقول إن موقع مصر مهم ليه؟ لأن موقع مصر ساعد على سهولة الاتصال بدول العالم، وطبعا أصبحت مصر بفضل طبعا موقعها مركزا تجاريا مهما. طيب السؤال التاني، دلل على أهمية تأثير قناة السويس على الاقتصاد المصري العالمي. قول لي دليل على إن قناة السويس ساعدت في الاقتصاد. طبعا الدليل على كده إن هي ساعدت على تقليل مين بقى؟ تقليل الوقت والجهد والمال، وكمان ساعدت على ازدهار حركة التجارة. هنحل بقى أسئلة قيم نفسك. السؤال الأول بيقول أمامك خريطة صماء لقارات العالم القديم. هنا قارات العالم القديم. استخدم ألوانك في تحديد موقع مصر. هنحدد مصر فين، كمان هنحدد أسماء القارات الثلاثة اللي قدامك، وهنرسم سهم يوضح كيفية إبحار السفن من المحيط الهندي للمحيط الأطلنطي اللي هو الطريق القديم، طريق رأس رجاء الصالح حول إفريقيا. نيجي بقى الأول جزء مديهولي اللي هو استخدم ألوانك في تحديد موقع مصر. هنا هنلون بالقلم العادي كده وهنحدد موقع مصر فين. طبعا هو في المربع ده كده. دي كده مين؟ دي كده مصر. عايز ايه تاني؟ عايز نحدد اسماء القارات الثلاثة. عندي هنا طبعا قارة اسيا، وعندي فوق هنا اوروبا، وعندي هنا افريقيا. كده انا حددت الثلاث قارات. طيب عندي هنا عايز يحدد الطريق اللي بيوصل ما بين المحيط الهندي هنا والمحيط الاطلنطي هنا، اللي هو بيدور حوالين قارة افريقيا، طريق رأس الرجاء الصالح. طبعا هيبدأ كده من هنا، نبدأ كده من هنا ونمشي كده حوالين قارة مين؟ قارة افريقيا. ده كده طريق رأس الرجاء الصالح اللي هو بيدور حول قارة افريقيا. السؤال التاني بيقول اكتب كلمة صح او كلمة خطأ. القارة هي مساحة من اليابس تضم عدد من الدول. كلام صحيح، يبقى كده ايه؟ صح. ساعد نهر النيل على زيادة التجارة بين مصر ودول وسط افريقيا. نهر النيل زود التجارة بين مصر ودول وسط افريقيا. كلام صحيح. طيب تقع مصر في قلب العالم القديم كما تعد قلب الوطن العربي. الاتنين كلام صحيح. الموقع الجغرافي للدولة يعني موقعها بالنسبة لليابس والماء. إجابة صحيحة. ساعدت قناة السويس الجديدة على مرور السفن في الاتجاهين أو في القناة في الاتجاهين في نفس الوقت. قدرت قناة السويس إن هي تساعد على مرور السفن في اتجاهين. طبعا إجابة إيه؟ صحيحة. السؤال الثاني بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يبلغ عدد قارات العالم نقط قارات. كم قارة؟ عندي طبعا 7 قارات. تقع مصر ملتقى قارتين هما مصر ما بين قارتين اللي هما قارات الوطن العربي، افريقيا واوروبا، ولا افريقيا واسيا، ولا افريقيا واستراليا، ولا افريقيا وامريكا الشمالية. قارتين اللي هما فيهم الوطن العربي هما قارة افريقيا وقارة اسيا. زادت أهمية موقع مصر بعد حفر مين؟ ترعة السلام، ولا قناة بنما، ولا قناة السويس، ولا ترعة الإبراهيمية؟ طبعا احنا ما خدناش غير قناة السويس أصلا. عاش المصريون على ضفتي نقط وقاموا بأعمال الزراعة. المصريون عاشوا عند مين بقى وعملوا زراعة؟ عند نهر النيل، ولا قناة السويس، ولا البحر الأحمر، ولا البحر المتوسط؟ طبعا الزراعة يعني نهر النيل ميته عذبة.
رقم 5 تعتبر نقط شريانا ملاحيا عالميا يربط بين الشرق اللي هو آسيا والغرب اللي هو أوروبا والأمريكتين. مين اللي بيوصل للكلام ده كله؟ نهر النيل ولا قناة السويس ولا قناة بنما ولا قناة توشكا؟ طيب يبقى قناة ايه؟ قناة السويس. رقم 4 أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. من المصطلحات اللي مديهاني فوق أنا هحط على النقط. هي مساحة واسعة من الماء المالح، يبقى مين بقى؟ مساحة كبيرة قوي ذات أعماق كبيرة. بحر متوسط ولا طبعا الشمال الشرقي؟ لا. نهر النيل ولا المحيطات ولا قناة السويس؟ طبعا الايه؟ المحيطات. تطل مصر من الشمال على البحر نقط. انا عندي في الشمال، نعمل كده علامة عشان منتلخبطش. تطل مصر من الشمال على البحر نقط. عندي البحر المتوسط هنا شمالا. زادت أهمية موقع مصر بعد حفر نقط. موقع مصر متميز، واللي زود من أهميته حفر مين؟ حفر قناة السويس. ساعد نقط على قيام الحضارة. طالما قلنا حضارة يبقى نهر النيل. حضارة نهر النيل. آخر حاجة بقى، تقع مصر في الركن طبعا الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. السؤال اللي بعد كده، قارن بين طرق التجارة في مصر قديما وحديثا. زمان قديما كانت طرق التجارة مين؟ السؤال رقم ب، قارن بين طرق التجارة في مصر قديما وحديثا. نتكلم عن طريق التجارة القديم اللي هو طبعا ايه؟ طريق رأس الرجاء الصالح. طرق التجارة الحديثة طبعا اللي هي قناة السويس. القناتين طبعا، القناة الجديدة 2015 والقناة اللي قبلها. سؤال رقم 5 أجب بما هو مطلوب. ما هي أهمية موقع مصر الجغرافي قديما وحديثا؟ هنتكلم عن أهمية مصر قديما وحديثا. هنقول قديما ساعدت قناة السويس على سهولة الاتصال بالعالم أو بدول العالم، بدلا من الدوران حول قارة افريقيا اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح. حديثا بقى هنقول ان قناة السويس الجديدة 2015 ساعدت على تقليل زمن مرور السفن من 20 ساعة ل 11 ساعة. السؤال اللي بعد كده، لماذا أضاف نهر النيل أهمية كبرى لموقع مصر؟ ليه نهر النيل زود من أهمية موقع مصر؟ طبعا لأن هو ساعد أولا على قيام الحضارة، وكمان ساعد على الزراعة، وكمان ساعد على التجارة ما بين شمال مصر وجنوبها ووسط القارة. بعد كده اكتب نتيجة ترتبت على حفر قناة السويس الجديدة 2015. القناة الجديدة عملت ايه؟ طبعا ساعدت على مرور السفن في الاتجاهين، قللت الوقت والجهد اكتر، بدل ما كان الوقت 20 ساعة بقى ايه؟ بقى 11 ساعة. يبقى هنقول ايه؟ هنقول ان هي ساعدت على مرور السفن في الاتجاهين، كمان قللت الوقت والايه؟ والجهد. ما العلاقة بين مصر وقارات العالم القديم؟ اربط لي ما بين مصر والعالم القديم. هنقول ان مصر تقع بين قارات
العالم القديم. كده ربطنا الاتنين ببعض. طيب السؤال اللي بعد كده، وضح ضع دائرة حول الكلمة التي لا تنتمي إلى المجموعة مع ذكر السبب. يعني هنشوف الكلمة اللي مش تبع المجموعة وهنقول ليه هي الكلمة دي مش تبع للمجموعة بتاعتها. افريقيا، اسيا، امريكا الجنوبية، اوروبا. لو احنا لاحظنا كده هنلاقي ان افريقيا واسيا واوروبا قارات عالم قديم، انما امريكا الجنوبية هي الوحيدة اللي قارات عالم جديد او قارة عالم من العالم الجديد. يبقى نقول ليه طلعنا دي من المجموعة، لان امريكا الجنوبية من قارات العالم الجديد. رقم 2، الهندي، الهادي، النيل، الأطلنطي. الهندي محيط، الهادي محيط، والأطلنطي محيط، إنما النيل ده إيه؟ عبارة عن نهر. يبقى لأن النيل نهر، أما الباقي فهي إيه؟ أو هي إيه؟ محيطات. استراليا، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أفريقيا. استراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية التلاتة عالم جديد، إنما أفريقيا فهي من قارات العالم. أفريقيا قارة من العالم القديم. بكده خلصنا أسئلة النهاردة. ذاكروا كويس سنة رابعة واستعدوا لمراجعة على الدروس الأول والتاني والتالت، مراجعة شاملة على الوحدة الأولى. ولو استفدت من فيديو النهاردة ما تنساش اللايك الجميل زيك، ولو ما اشتركتش في القناة طبعا تشترك علشان يوصلك باقي الأسئلة وباقي الدروس بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.